السلام عليكم وفيديو تكنيكال جديد ان شاء الله المره دي هنشتغل على ايجر بلاتفورم، هنبني داتا وير هاوس. اهميه البروجكت دوت ان هو كان من اوائل المشاريع اللي انا اشتغلت وانا بتعلم داتا انجينيرنج. لما بدات اتعلم داتا انجينيرنج ده كان اول بروجكت عملته. فادني كتير جدا ان أنا افهم داتا انجينيرنج بشكل عميق وفرق في الكارير بتاعي. فانا قلت اعمله شير معاكم باذن الله كمان يفرق معاكم زي ما فرق معايا. طيب نبدا كده الخطوات اللي هنمشيها. عندنا 6 تاسك المفروض هنخلصهم في البروجكت دوت. اول حاجه هنكريت ريسورسز، ايجر ريسورسز زي بوستجريس داتابيز وايجر سنابس اناليتكس. وبعد كده هنعمل ستار سكيما، ودي طبعا حاجه مهمه هنتكلم عنها لما نيجي لها عشان نعمل ستراكشر للداتا هاوس بتاعتنا. وبعد كده هنعمل داتا، هننقل بقى هنعمل لودنج للداتا بتاعتي اللي هي CSV فايلز للبوستجريس داتابيز على ايجر. وبعد كده نعمل اكستراكت للداتا ديت من بوستجريس داتابيز ونحطها في داتا ليك ستورج، وهنفهم ليه هنعمل كده. وبعد كده نعمل لودنج للداتا لاكسترنال تيبل، وبرضه هنفهم كل حاجه ليه دوت هنبقى هيكون في سنابس. واخر حاجه نعمل ترانسفورميشن للداتا بتاعتي للستار سكيما بحيث ان هي تبقى جاهزه لاي اناليتكس بعد كده نقدر يعني ايه نطلعها منها. ان شاء الله هحاول في الفيديو اقول كل خطوه احنا بنعملها ليه او بنفكر ازاي، عشان لو قابلتك نفس المشكله تعرف الابروتش ازاي بنتحرك في المشكله ديت. يلا بقى نبدا بالشغل العملي، واول تاسك هي هنعمل كرييت لايجر ريسورسز. طيب أنا حابة قبل ما نشتغل بشكل عملي عايزة نتكلم شوية احنا ليه محتاجين نبني داتا وير هاوس. يعني ايه الفايدة اللي بتعود عليا لما يكون عندي داتا وير هاوس؟ طيب انا عندي دول فايلز، فايل فيه بيمنت، فايل فيه البروفايل بتاع الكاستمرز بتاعتي، فايل فيه الستيشنز معلومات، وفايل فيه التريب. تعالى نشوف حتى الفايلز كده شكلها عامل ازاي. ده كده التريب، يعني هيكون في مثلا التريب اي دي نوع مثلا كلاسيك بايك، نوع التريب يعني الوسيله اللي هو استخدمها ايه، ده التاريخ اللي بدات فيه، بعد كده ده التاريخ اللي انتهت فيه التريب، يعني ستارت امتى واند امتى. طبعا انا هقول لكم انا عرفت المعلومات دي ازاي، بس ايه خلينا نشوف ان دي شايفه كده ارقام مش يعني بالنسبه لي مبهمه، صح؟ نفس الموضوع في الستيشنز، طبعا ده اللي هو الستيشن اي دي الادرس والمكان بتاعها. برضو دوت البروفايل طبعا باين ان هو دوت مثلا الاي دي دوت الفيرست نيم اللاست نيم الادرس، ده البيرث ديت، والاكونت بدا امتى انتهى امتى، هو ممبر ولا لا. كل ده برضو هقول لكم هتعرفوه ازاي. بس اللي انا عايزه نتكلم فيه ان انت عندك مجموعه فايلز موجوده. انا لو عايزه اطلع باناليتكس مثلا، عايزه اعرف ايه اكتر ستيشن الناس بتركبها، او مثلا الشهر شهر 5 انا عملت قد ايه فلوس ريفينيو، او مثلا هل الديوريشن بتفرق معايا في البيمنت، او مثلا ايه اقل ستيشن الناس بتركب منها. فليه انا عايزه اعمل كده؟ انا عايزه اخرج مثلا لو في ستيشن مثلا الناس بتركبها كتير، ازود فيها مثلا عدد الدرايفرز، او ازود فيها عدد الوسائل المواصلات اللي موجوده في الستيشن ديت. لو حاجه قليله ممكن اسحب منها عشان ما يبقاش فيه ريسورسز على الفاضي، وهكذا. فانا مش عارف اطلع بالمعلومات دي من فايلز مرصوصه كده، يعني مش عارف من CSV فايلز كده هعرف اطلع بالداتا ديت. فده بقى جت معنى الداتا هاوس. انا عايزه اجمع الداتا ديت وانظمها واعمل لها كليننج، وابدا احط جوينز، احط موديلنج للداتا بتاعتي بحيث ان هي تبقى سهل ان انا استخرج منها بانسايت معين او ريبورت معين شكله اعرف اخد منه قرار. تمام كده، دي كده الفكره بتاعت الداتا هاوس. طيب دلوقتي بقى هنيجي للجزء العملي. انا عايزه اسيميوليت اللي بيحصل في الشركه. هل الشركه بتاعتي بتحط الداتا بتاعتها فايلز؟ لا مش شرط، ممكن تكون بتحط الداتا بتاعتي في داتابيز، وانا هستخرج او هعمل اكستراكت للداتا بتاعتي من الداتابيز ديت اللي هي OLTP داتابيز، واحطها عندي بقى في حته الايجر سنابس اناليتكس، بحيث ان انا اعرف اعمل عنها اناليتكس بشكل اكبر بكتير. فانا هتعامل ان انا بوستجريس دي هي OLTP داتابيز. وطبعا احنا يعني اتكلمنا في الحته بتاعت الفرق بين OLTP والأولاب، ممكن تقدر تشوف الفيديو لو حابب. بس هي باختصار هي الداتابيز بتاخد عليها ترانزاكشنز، بتيجي عليها ترانزاكشنز بشكل سريع. تمام.
فده كده ده كده جانب. الجانب التاني اللي هو Azure Synapse Analytics اللي هي في الحالة بتاعتنا اللي هو هنا هو ده اللي هو ده بيفرق معايا في ايه؟ بيفرق معايا ان هو بيجمع لي في بلاتفورم واحد حاجة اقدر استخدم فيها SQL، ممكن استخدم فيها Spark، اعمل فيها orchestration، اعمل فيها monitor، اعمل pipelines، كل ده في بلاتفورم واحد او في ورك سبيس واحدة. فهي كده بيعمل لك ورك سبيس واحدة تقدر تعمل عمليات كتيرة جدا من الاناليسيز البيج داتا على الداتا بتاعتك. تمام. فانا يبقى اول خطوة هعملها ايه؟ عايزه اعمل لما تيجي تتعامل اولا مع ايجر هتستخدم ريسورس جروب. اول حاجه بتحتاجها ريسورس جروب. طب الريسورس جروب دوت معناه ايه؟ الريسورس جروب دوت اعتبره زي كونتينر بتجمع فيه الريسورسز اللي ليها علاقه ببعض. فمثلا انت هتبني هتحتاج مثلا بوستجريس داتابيز، هتحتاج مثلا داتا ليك ستورج، هتحتاج مثلا ايجر سنابس اناليتكس. عايز تجمع كل الريسورسز دي في كونتينر واحد. هو ده تعريف الريسورس جروب. فاول حاجه هعمل ايه؟ ريسورس جروب عشان احط فيه الريسورسز بتاعتي. طيب السبسكريبشن دوت هو كده واضح. بعد كده هنحط النيم بتاعي وهنسميه مثلا analytics resource group. تمام. نشوف كده ده هيرضى. تمام. والريجن بتاعتك انت بتحددها على حسب المكان اللي انت فيه. اقرب مكان بتحطه في الريجن. اوكي. طيب التاجز ايه؟ يعني ايه تاجز؟ اللي هو التابة اللي بعديها دي. التاجز ديت لو انت عندك كذا ريسورس وانت عايز تحط تاج عشان يسهل عليك بعد كده ان انت تعمل اورجانيزيشن للريسورسز بتاعتك. فانا في الحاله بتاعتي انا عندي ريسورس جروب واحد فانا مش هحتاج التاجز. او لو انت اصلا مسمي تسميه واضحه فانت ممكن ما تحتاجش التاجز. وبعدين التابة اللي بعديها اللي هي ريفيو اند كرييت بيقولك بس البيانات اللي انت دخلتها وبعدين بتدوس كرييت. كده انا عملت اول خطوه، انا عملت ريسورس جروب دي كده دن. طيب الخطوه اللي بعديها ايه؟ عايزه اعمل بوستجريس داتابيز. فهكتب هنا في السيرش بتاعي ايجر مثلا ايجر بوستجريس ده. تمام. انا كده هعمل ايه؟ هبني بقى ابدا اعمل ريسورس للبوستجريس داتابيز. هعمله ازاي؟ اول حاجه هنا في البيزكس، طبعا انت بتتعامل بالكلاود يبقى انت بتبص على الكوست. ده كده كلاود ايكوال كوست. طبعا ده هنا مطلع لك الاستيميتد كوست. طبعا ده رقم خرافي فاحنا هنحاول نقلله على قد ما نقدر. تمام. هنقلله ازاي؟ اول حاجه السبسكريبشن هنحطه زي ما هو. ريسورس جروب احنا لسه عاملينه بس هنختاره عشان الريسورس ده اللي هو داتابيز دي تضاف للريسورس جروب. تمام. بعد كده هنحط بقى السيرفر نيم بتاعنا. هنسميه اي حاجه هم بس ان احنا نبقى عارفينها. مثلا نسميه اناليتكس سيرفر. تمام. اوكي. وفي الريجن هنختار برضو اقرب ريجن. ماشي. اوكي. هنا بقى ده البوستجريس فيرجن عادي. الحته بتاعت الورك لود تايب هي دي اللي هتفرق معايا في الكوست. بمعنى ايه؟ بص هنا الحاجات اللي مطلعها لي هو بيحسب لي ايه؟ بيحسب لي على الكمبيوت، على الاستورج، على الهاي افيلابيلتي. طيب لو انا خليت الديفلوبمنت يعني غيرت بين البرودكشن وخليها ديفلوبمنت هلاقي الاسعار قلت بكتير وكمان شال الايه؟ الهاي افيلابيلتي. فانا محتاجه في البروجكت بتاعي ايه؟ ده ديفلوبمنت. انا مش محتاجه برودكشن ولا محتاجه اعلي الكوست عليا اهي بالمنظر ده. طيب هنا في الكمبيوت اند ستورج ديت اللي هو انت هتستهلك قد ايه في الاستورج. يعني هيديك قد ايه. هنا مثلا مديني 32 جيجا في الكمبيوت، مديني مثلا 2 كور. يعني مثلا لو جينا بصينا هنا في الكونفيجر هلاقي هنا هو مديني الاوبشن الكلاستر بتاعي يبقى سيرفر ولا الاستيك كلاستر. طبعا ديت كده هتدخلني في تكلفه تانية فانا هرجع تاني للسيرفر لان انا عايزه اقلل الكوست. هنا برضو الجنرال بيربس لا احنا هنخليه في اقل حاجه. والبقيه الحاجات انت ممكن بقى تبدا تشوفها يعني. بس انت طبعا اختار اقل حاجه بحيث ان البروجكت مش محتاج كل الريسورسز ديت. فحاول تمينيمايز على قد ما تقدر. اوكي. بعدين هندوس سيف. نرجع هنا تاني. هنجيب كل حاجه زي ما هي. هنا في الحته بتاعه الادمنستريشن هنسيت الادمن وهنحط اللوجن. ممكن انا مثلا اسميه ادمن يوزر. حط الباسورد اللي انت عايزها طبعا تبقى عارفها عشان هنستخدمها قدام. تمام. بعد كده هنخش على النتورك ديت هي الحته اللي متحكم فيها احنا الاي بي، مين اللي يقدر ياكسس الداتابيس ديت.
الحوارات دي كلها. طيب اول حاجه لازم تبقى عارفها ان الفاير وول رولز انت ممكن تغيرها حتى بعد ما تكريت الداتابيز، بس اللي مش هتعرف تغيره لو انت خليته public access يبقى خلاص هيفضل public access، لو خليته برايفت هيفضل ايه برايفت، فاحنا هنخليه public access. تمام. طيب هنا هو هنقلاو ان الريسورس دوت يستخدم من الاي بي، هنخليها public عادي. كمان هنقلاو الحتة البابليك اكسس فروم اني ايجور سيرفيس دي برضو معانا. والحتة بقى المهمة اللي هي add current client IP address دوت اللي هو بياخد الاي بي بتاع اللابتوب اللي انا شغالة عليه ده، هيضيفه بحيث ان انا اقدر اكونكت عليه. طب هحتاجه في ايه؟ لان انا شويه هحتاج ان انا اعمل ابلود للسي اس في فايلز اللي موجوده عندي، ارفعها على الداتابيس دي. فكده من اللابتوب بتاعي اللي هو اللوكال لازم اعمل اكسس للداتابيس. فلو انا ما عملتش دي هيديني ايرور، هيقولك انا مش عارفه اوصل للداتابيس، فخد بالك. بس لو نسيتها عادي هتقدر تدخل وتغيرها مفيش مشكله. تمام، بس انا بفكرك بيها. بعد كده هندوس على السكيورتي اللي هو التابه اللي بعديها، هنسيبها زي ما هي، التاجز هنسيبها زي ما هي. وبعدين هنا بيعمل ريفيو اند كرييت، هو كده ده كده الاستيميتد كوست بير مانث. طبعا انت لما تخلص البروجكت بتاعك امسح الريسورسز بحيث انك تقلل الكوست دوت بير مانث. انت استخدمته يومين 3 امسحه بحيث ان انت ما تدخلش في كوست ملهوش لازمه. طيب بعدين هندوس هنا كرييت. كده يبقى احنا خلصنا من اول جزء ان احنا عملنا كرييشن للبوست جريس داتابيز. تمام. اللي بعديها هنعمل ايه؟ ايجور سنابس، فهتبقى ايجور سنابس اناليتكس. لذيذه جدا. تعالى نخش الكرييت. يعني انا عامه البروجكت اللي هي بتبقى كلاود دي بستمتع بيها قوي، ف تستمتع ان شاء الله، تستمتعوا زي. طيب الريسورس جروب هنحط دوت هنا هنحط اي اسم براحتك. تمام. هنا الورك سبيس ديتيلز هتسمي ايه؟ هتسمي الورك سبيس بتاعتك ايه؟ مثلا ممكن نسميها اناليتكس ورك سبيس دبليو اس. الريجن بتاعتك هتختار اقرب ريجن زي ما احنا قلنا. ديت مش افيلبل، ماشي حط مثلا 1 2 3. تمام. ماشي. بعدين هنا بقى الحته بتاعت الداتا ليك، ايجور سنابس اناليتكس بيبقى معاها داتا ليك. هو بس جاست ان انت لو مفيش اكونت هتعمل كريت نيو اكونت جاست، بس بتديله اسم. فمثلا هنسميه اناليتكس داتا ليك مثلا دبليو اس. تمام. الفايل سيستم ده برضو لو انت مش عامل واحد، طبيعي لو انت ما اشتغلتش لسه اول مره يعني كريته فهيبقى مش عندك، فهتعمل واحد جديد. فهنسميه مثلا analytics فايل سيستم. تمام. اوكي. بعدين هنمشي كده عادي نخش على السكيورتي. هنا بقى هنحط ايه؟ هنحط يعني هو حاطط لي اليوزر، انا خليه زي ما هو اس كيو ال ادمن يوزر. دخل باسورد. تمام. وهنجيب كل حاجة زي ما هي، كل حاجة هنجيبها زي ما هي. التاجز مش محتاجينها. هتعمل ريفيو اند كرييت. هنا الاستيميتد 5 دولار. تمام. طبعا هو بيقول لك سيرفلس اس كيو ال استيميتد ان هي الكوست بتبقى بير تيرا بايت. فانا شايفه كده تمام. هندوس ايه؟ كرييت. تمام. طبعا هو هنا كده هو بياخد وقت، بيعمل ديبلويمنت لايجور سنابس اناليتكس، وبيعمل ديبلويمنت لبوستجريس داتابيز. وخلاص كده الريسورسز بتاعتي اوريدي دان. المفروض لما دول يخلصوا، لما اجي اشوف الريسورس جروب بتاعي الاقيه شايل معايا الداتا ليك بتاعت ايجور سنابس اناليتكس وايجور سنابس اناليتكس ورك سبيس، وكمان الداتابيز بتاعت البوستجريس. فهنديله وقته كده. طيب هو كده خلص Azure Synapse Analytics. ممكن كده نبص عليه بصة. دلوقتي لو عايزة ادخل على الريسورس جروب بتاعي اهو، بلاقي دي الداتا ليك، ودوت كده السيرفر بتاع SQL database، وده Azure Synapse Analytics. لو دخلت كده من هنا كده Open Synapse Studio، اقدر كده دخلت على Azure Synapse Analytics.
ده كده اليو اي بتاعه. لو احنا زي ما احنا شايفين سهل جدا اعمل انجست للداتا بتاعتي، ممكن اعمل اكسبلور واناليسيز، اعمل فيجواليزيشن. هنا التاب، هنا هو الهوم، هنا دي الداتا. طبعا كل ده هنشتغل عليه بقى النهارده ان شاء الله. ده الديفلوب اللي انت ممكن تعمل اس كيو ال سكريبت او ايا كان السكريبت او اباتشي سبارك. هنا بتعمل البايب لاينز، لو عملنا هنا نشوف فيه هنا البايب لاين. وهنا تقدر تمونيتور كل حاجه بقى، تمونيتور اي حاجه. لو عامل اس كيو ال ريكويست، لو حاطط بايب لاين تشوف الران بتاعته وصلت لايه. وهنا المانج اللي انت ممكن تقدر تزود مثلا بول اس كيو ال، ده ان شاء الله هنشتغل عليه النهارده. بس ده كده بشكل عام اليو اي بتاع ايجور سنابس اناليتكس. طيب كده احنا اول تاسك خلاص كده دان، اللي هو كرييت ايجور ريسورس، خلاص عملناه. دلوقتي هنعمل ايه؟ نعمل ديزاين للستار سكيما. طيب الحته دي بس هي بتعمل لي ايه؟ بتعمل تصور انا هعمل ايه. هل هو ممكن يتغير؟ يعني عادي ممكن نغير الحاجات اللي احنا عملناها، نزود فيها نقلل فيها، بس على الاقل البيز اتحط. فدي كده رسمه للشكل اللي احنا عايزين نعمله. انا عندي تيبل اسمه بيمنت، ده هيبقى فاكت لان فيه ترانزاكشنز وحاجات. وبرده التريب ده برده هيبقى فيه ترانزاكشن بتاعت كل تريب، فدي هتبقى فاكت. وفي دايمنشنز دي اللي هي بتبقى حاجه شبه البروفايل اكتر. زي الستيشن اللي هو بيبقى فيه معلومات الستيشن والادرس بتاعها ومكانها فين بالظبط. والرايدر ده اللي هو البروفايل بتاع الكاستمر نفسه، اسمه ايه، لاست نيم، الفيرست نيم، البيرث ديت، الادرس، هل هو ممبر عندي ولا مش ممبر، عمل الاكونت بتاعه من امتى، طب هو مشي فعندي اند ديت ولا ما مشيش فهتبقى نل، وهكذا. وحته ده كده اللي هم بالازرق دول كده الفور فايلز اللي عندي. طيب انا بحتاج ايه؟ انا بحتاج يكون عندي تيبل ديت. فانا هعمل تيبل اسمه دايمنشن طبعا للديت. ده بيبقى فيه ايه؟ اقدر اطلع منه المانث، الدي، الير، الفيرست داي اوف مانث. في طبعا كولومز كتيره جدا، بس انا ايه ما رضيتش احطها، يعني حقيقه هنشوفها واحنا بنعمل كرييت للدايمنشن ده عشان الرسمه تبقى بسيطه. طب ايه اللي بالاخضر ده كده ده كله عايزين نزوده. يعني ايه؟ يعني هو مش موجود عندي في الفايل بتاعي، بس انا عايزه استنتجه زي الديوريشن. انا عندي مثلا هنا الستارت والاند بتاع التريب، فانا لو طرحتهم مع بعض اعمل ايه ديوريشن. ده هيفيدني في ايه؟ عايزه ده تبقى جاهزه عندي. لو انا عايزه مثلا معلومه هات لي مثلا التريب الازيد من ساعه، الازيد من ساعتين، فمش كل مره هدخل هروح عامله انا الحساب، كل مره اعمل كويري هقعد اقول ده ناقص ده. فانا عايزه يبقى كولوم جاهز بالحساب، فانا هزود ديوريشن. هنا برضو عايزه ازود كولوم للايدج. انا عندي البيرث ديت، فانا عايزه استغل ديت انا احسب الايدج على طول. ليه؟ انا عايزه اعمل سيجمنتيشن، فعايزه اعمل مثلا كامبين للناس التينيجرز مثلا اللي هم عمرهم من 15 16 اقل من 20 سنه. فانا بدل ما اقعد احسبها انا عايزه ازود كولوم على طول يبقى فيه الايدج، بحيث ان انا اقدر استخدمه في اي اناليتكس هحتاجه. انا كده حطيت الصوره العامه اللي انا هعملها. ممكن بقى في خلال وشغلي بقى ممكن ازود كولوم، انقص كولوم. ده طبعا بيرجع بقى للتيم بتاعك والحاجات دي كلها. تمام. فده كده الستار سكيما اللي احنا عايزين نتكلم فيها. كده دي كمان تاني تاسك خلاص خلصت. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ عايزين بقى الداتا اللي هي الفايلز دي نحطها في البوستجريس في الداتابيس بتاعتي. دي بقى الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي. طيب الخطوة الثالثة أو التاسك رقم 3 هي إن إحنا عايزين نعمل أبلود للداتا بتاعتنا جوه بوستجريس ايجر بوستجريس داتابيز. هنعملها إزاي؟ هنستخدم بايثون سكريبت. مش مهم إن أنت تبقى عارف كل جملة فيه، المهم تعرف ازاي تستخدمه. فان شاء الله هرفع الداتا والسكريبت على جيت هاب وهحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن، تقدر تستخدمه على طول. تمام. طيب اول حاجه تعالى نفهم كده، نمشي عليه كده بسرعه ونفهم. اول حاجه طبعا هتتعمل امبورت للحاجه هتساعدنا ان احنا لايبرري، يعني هتساعدنا ان احنا نعمل كونكشن بين على يعني ايجر كلاود. فبحتاج ايه؟ بحتاج ان انا اعرف الهوست، اليوزر والباسورد. اوكي. طيب حاجه تانية دي دلوقتي هنعرف نجيبهم ازاي. طب تعالى نجيبهم بالمره، نمشي واحده واحده. الهوست بتاعي ايه هو؟ تعالى ندخل هنا اهو، هدخل على الريسورس بتاعي ده كده زي ما قلنا، ده الريسورس جروب. هدخل على السيرفر بتاعي اللي هو الداتابيس بتاعتي. من اوفر فيو هشوف اللي هي الاند بوينت، ده كده الهوست بتاعي. فهروح هنا كده واروح ايه حاطه كوبي. واليوزر
انت طبعا احنا حطيناه واحنا بنعمله كريت اللي هو كان ادمن يوزر. الباسورد هنحطها. تمام، الادمن حطها. وبعد كده تعالى بقى نمشي هنا اهوت بنكريت داتابيز هنسميها مثلا داتا هاوس بروجكت، او مثلا خليها داتا هاوس داتابيز مثلا داتا هاوس اناليتكس. تمام، ده كده اسم الداتابيز بتاعتي. اوكي، هو كده لما يعمل كونكت المفروض هيقول الكونكشن established. تمام، وبعد كده نبدا بقى ندخل مرحله التيبلز اللي هو يكريت التيبلز. هنمشي كده. طبعا اول حاجه هيكريت التيبل هنا الباث بتاعي لان هو في نفس الفولدر، فحطيت اسم الفايل على طول، وبيكريته طبعا بالاسامي بتاعته. وكده احنا من هنا كده احنا حطينا اسامي الداتا الكولومز، عشان كده لما نيجي ندخل هنلاقي اسامي الكولومز بقت موجوده. البيمنت نفس الموضوع، وده كده الكرييت ستيتمنت بتاعتها. عملنا برضو ستيشن تيبل وتريب تيبل، وفي الاخر بنعمل كوميت وخلاص كده الدنيا تمام. ده كده باختصار السكريبت. طيب اللي هحتاجه ايه وانت لازم تتاكد عنده ان انت تبقى عامل انستول لللايبرري ديت. بس هتاخد ده كده وتحطه، تقدر طبعا تشوفه دلوقتي وتكتبه. وبعد كده هنحط هنعمل رن للسكريبت. فهو كده باين ان هو خلاص كده الكونكشن established، فهو كده تمام، هو عارف يكونكت مع السيرفر الداتابيس بتاع ايجور. فده كده خطوة كويسة جدا. هو هنا بقى بيبدأ يكريت التيبلز والداتابيز وكل حاجة من الحاجات دي، هنديله وقته. زي ما احنا كده شايفين هي كده all done، فالدنيا تمام. انا بقى عايزه اتاكد ان ده حصل فعلا، ان هو التيبلز دي اتعمل لها كريشن فعلا. دي عندي طريقه سهله جدا ممكن تعملها. تنزل اب اسمه ديبيفر دوت بيعرف يعمل كونكت على انواع كتير جدا من الداتابيز، فهو حلو جدا ان هو يكون عندك وتقدر تستخدمه. هو استخدامه سهل جدا. تمام، انواع الداتا بتاعتي بوستجريس، فهختار هنا بوستجريس. ايه المعلومات اللي محتاجها؟ الهوست. طب الهوست احنا بنجيبه منين؟ خلاص بقى احنا عرفنا اللي هو حته الاند بوينت دي هناخدها ونروح فيها نحطها هنا. تمام، طيب الداتابيز اسمها ايه؟ احنا سميناها هنا اهوت؟ سميناها داتا هاوس اناليتكس تقريبا. اهي داتا هاوس اناليتكس، راح واخداها وحطها هنا اهو. تمام، اليوزر نيم ادمن يوزر. الباسورد شوف انت حطيتها وحطها. تمام، بعد كده هنتست الكونكشن كونكتد. خلاص كده انت كده بقيت عندك اكسس للداتابيس بتاعت ايجور. هتعمل فينيش. خلاص كده انت بقيت موجود، بس هتفتح اديتور. اصلا انت لو فتحتها دلوقتي في الداتابيس السكيماز بابليك تيبلز هتلاقي الاربعه تيبلز. لو دوسنا هنا select asterisk from البيمنت وعملنا run طلعت لي الداتا بتاعتي. نفس الموضوع عملت select asterisk from الستيشن مثلا طيب select asterisk from التريب. تمام، select asterisk from. تمام، داتا عندي كده بقت بقت تمام جدا. انا كده اتاكدت. ادي كده نرجع تاني بقى للصوره بتاعتنا. احنا عايزين كل شويه نرفلكت عليها. هي فين؟ كده يبقى احنا كمان عملنا حته اللي هي تاسك 3 اللي هي create data in postgres، وكمان اتاكدنا منها. دلوقتي هنعمل هنكستراكت الداتا فروم بوستجريس. هنا بقى هنبدا الشغل بتاع ايجر بقى، يعني سيرف بقى، ان احنا عايزين نعمل هنموف الداتا من الداتابيز للداتا ليك ستورج. طب احنا ليه بنعمل كده؟ اول حاجه احنا بنسيميوليت ان في عندي داتابيز وانا عايز الداتا منها.
تمام. فاحنا كده خلاص حطينا الداتا في الداتابيس، فانا دلوقتي بقى عندي داتابيس وفيها داتا. طيب ليه مثلا ايجور سنابس ما يدخلش على طول على بوست جريس وياخد الداتا منه؟ ما بيعرفش دايركت ايجور سنابس اللي هو يدخل دايركت كده ياكسس داتابيس. فالحل ايه؟ الحل ان انا هسحب الداتابيس بتاع الداتا من الداتابيس بتاعتي واحطها as files في الداتا ليك بتاعتي او الستورج بلوب بتاعتي، ودي اللي هشتغل عليها. وبعد كده بقى منها ابدا اكري التيبلز واعمل كل الحاجات اللي انا عايزاها. طيب دي هعملها ازاي؟ هنفتح ايجور، في هنا انجست هو حتى بيقول لي ايه بيرفورم وان تايم، هيعمل بس وان تايم كده ياخد الايه، ياخد الداتا بتاعته. هعمل انجست، وان احنا هنعمل ايه بيلت ان كوبي تاسك، يعني هيعمل كوبي وهيرن مره واحده بس، احنا مش محتاجين اكتر من مره. وندوس نيكست. الريسورس بتاعي ايه؟ سوري، السورس تايب بتاعي ايه؟ بوست جريس. طيب هل انا عندي كونكشن ليه؟ لا ما عنديش كونكشن، فلازم اعمل كونكشن. طيب الكونكشن هو حاطط لي اسمه كتر خيره، هنخليه هنا. هنحط السبسكريبشن بتاعي والسيرفر نيم، هو مفيش غير السيرفر واحد عندي اللي هو الفليكسبل سيرفر اللي هو اسمه اناليتكس سيرفر اللي احنا سميناه. هنسيب البورت زي ما هو، والداتا بيس بتاعتي كانت اسمها داتا هاوس اناليتكس فهي طلعت لي. واليوزر نيم اللي احنا عارفينه ادمن يوزر، والباسورد حط اللي انت حطيته، وبس كده مفيش حاجة تانية هنغيرها. طيب عشان نتأكد ان احنا دخلنا هنعمل ايه؟ تيست كونكشن. تمام كده الكونكشن سكسسفول، يعني ايه تمام. هندوس كرييت. كده بقى انا عملت كونكشن للداتابيس بتاعه البوست جريس. اوكي هنا لازم هو هياخد وقت ان هو يكون يعمل تيست للكونكشن تاني. تمام كده هو طلع لي التيبلز، بقى المسؤول عن كل حاجه، مسؤول ان تعرف تعمل فورين كي والمابينج يعني طلع لي كل الانفورميشن. انا عايزه كل دول، انقلهم للداتا ليك بتاعتي. لا انا محتاجه الاربعه تيبلز اللي انا عملتهم، اللي هم ايه؟ اللي هم البيمنت، التريب ستيشن، فايب. بس ده كده اللي انا عايزاهم يتنقلوا. هلاقي هنا كده الاربعه دول معمل لهم مارك، ساعتها هدوس نيكست. طبعا دي لو عايزه بريفيو الداتا هتاخد وقت. ده شكل الايه الداتا بتاعتي. طيب هندوس هنا نيكست. هنا بقى الديستنيشن عايزه احطها فين؟ ممكن احطها في ايجور بلوب ستورج، احطها في اي حاجه. انا هحطها في ايجور داتا ليك ستورج، وهي اصلا موجوده عندي بسبب الايه ده. انا عندي اللي هو الورك سبيس بتاع ايجور سنابس اناليتكس، فده ايه اللي هحطه هنا بقى. هحط فين الفولدر باث بتاعي، يعني يحط فين الفايلز دي، هيحطها فين؟ هيحطها في الفايل سيستم. تمام. طيب انا عايزه الفايلز تتحط في هيئه ايه؟ في سي اس في. تمام. بعدين هندوس نيكست. كده احنا ماشيين تبع الايه الخطوات دي. هنا بيقولك الفورمات اللي هو ايه، شوفوا الفورمات شكلها عامل ازاي، الحاجات دي كلها. طيب هخليها كده تمام. هندوس نيكست. هنا اسم التاسك بتاعتي، يعني هنسميه مثلا هي كوبي بايب لاين، يعني البايب لاين ده بيعمل كوبي للداتا. وهنخلي برضو كل حاجه زي ما هي. هنا هنريفيو والفينش. تمام. بعدين هندوس نيكست. هو كده بيقولك ان انا هنقل الداتا من ايجور داتا بيز بتاعه البوست جريس لايجور داتا ليك ستورج. ده اللي انا عايزاه، اللي انا عايزاه. هو دلوقتي بيعمل ديبلوي. وبعدين هندوس فينش. طيب انا لو عايزه اشوف البايب لاين بتاعي اشوفه منين؟ تعالى بص من هنا، من مونيتور هنلاقي البايب لاين بتاعي بدأ يظهر هنا. ممكن ادخل جواه وابدا اشوف هو هنا لسه بيعمل ايه ان بروجريس. وهنا الشكل بتاعي طبعا لما بيبقى الحاجات اكتر تعقيدا بقى بتلاقي هنا كذا كذا شكل وبايب لاين بقى كبير وكده. بس ايه ده البايب لاين دلوقتي اللي هو عباره عن تاسك واحده بس اللي هي الكوبي. تمام كده كله سكسيدت خلاص. لو احنا كده رجعنا تاني هنلاقي لو احنا عايزين بس نعمل ريفرش هنلاقي هنا ايه الستاتس بتاعته سكسيدت.
تمام. ده كده عرفناه منين؟ من حته المونيتور. طيب انا عايزه اشوف بقى، انا كده خلاص نقلت مفروض الداتا بتاعتي من الداتابيز اللي هي بوستجريس داتابيز للداتا ستورج في هيئه فايلز، سوري في الداتا ليك في هيئه فايلز. بشوفها منين؟ عندي هنا حاجه اسمها داتا اللي هي دي، هندوس عليها في لينكت، هنلاقي ايجر داتا ليك ستورج جن 2، هنلاقي اسم الورك سبيس بتاعي ندخل جواه، هنلاقي الفايل سيستم، هنلاقي الفايلز اتحطت، البيمنت والرايدر والستيشن والتريب. تمام كده، انا كده اتاكدت ان ايه الداتا بتاعتي اتعملت. تعالش كده نرجع تاني كده. يبقى احنا كمان خلصنا تاسك 4 اللي هي extract data from Postgres. دلوقتي الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ هنعمل لود للداتا في external table. طب ليه بنعمل الخطوه دي؟ انا دلوقتي عندي الداتا بقت في هيئه فايلز، تمام، لازم احطها في تيبلز ليه؟ تيبلز اولا عشان تقرا الفايلز ديت ويبقى عندي تيبل موجود اساسي اقدر اعمله زي ستيجنج كده، يعني حاجه انا بحط فيها الداتا في هيئه الرو بقى، وابدا بقى اعمل منها، يعني بقى كده حطيت تيبلز دي هي الستيجنج بتاعتي، وبعد كده هبدا بقى اعمل ترانسفورم والحاجات دي. فالتاسك بتاعتي دلوقتي ان انا هعمل تيبلز للداتا. طيب التيبلز ديت هخزنها فين؟ انا عايزه كده اعمل داتابيز، فهلاقي هو اصلا باي ديفولت الفايلز ديت انت لما بتدوس عليها كده وتعمل نيو اس كيو ال سكريبت بيقول لك كرييت اكسترنال تيبل. ليه؟ لان هو متوقع انت اكيد هتبقى محتاج تيبل. اوكي، فهندوس عليها كده اهو في البيمنت. تمام، هنا هو الفيرست رو بيقول لك ابدا اقرا الداتا من اول انهي رو. لو واحد لو انت ما عندكش هيدر، اتنين لو انت عندك هيدر في الداتا بتاعتك. اوكي، وهنجيب كل حاجه زي ما هي. طيب هنا بقى الخطوه اللي بعديها هو بيقول لك سيلكت الاس كيو ال بول. في حاجه اسمها بيلت ان، وفي حاجه اسمها بول تاني اسمه ديديكيتد بول. ايه الفرق بينهم؟ السيرفلس بول اللي هو البيلت ان دوت مش هتعرف، هو بيبقى ليميتد، بيبقى مش هتعرف تعمل فيه كرييت تيبل، يعني كلمه كرييت ستيتمنت مش هيعرف يعمل لها، ما بيعرفش يرن يعني كلمه كرييت ستيتمنت او انسيرت او كده. هو جاست بس ان هو ايه، يحط التيبل اللي هو يعني مش هيبقى موجوده فيزيكال، يعني هتبقى بيقرا من فايل. طب هل ده انا عايزاه؟ لا، انا عايزه التيبل بتاعي يكون موجود فيزيكال. فدي هنعملها ازاي؟ هنضطر ان احنا نكريت dedicated pool. طب هنكريتها ازاي؟ من التاب اللي اسمها manage، هنا SQL pool، هندوس new ونسميها اي حاجة، نسميها مثلا SQL database dedicated مثلا، ممكن نسميها كده. طيب هنا بص هنا بقى لازم تبقى حذر جدا وانت بتستخدم البول ده. ليه؟ ايه الفرق بين السيرفلس تاني والديديكيتد؟ ان السيرفلس هو بيحاسبك بالكويري، يعني لما ترن كويري هيحاسبك، لكن الديديكيتد هو بيحجز لك مكان هيدفعك فلوسه سواء استخدمته ما استخدمتوش، فهو عشان كده حاطط لك الاستيميتد كوست بير اور. فاحنا هنخليها اقل حاجه، يعني اقل حاجه بيورو 39 سنت، سوري يورو 39 بير اور. تمام. ده كده هندوس كريت فاليديشن. تمام، هيكريت. تمام، هياخد وقت شوية، يعني هو كاتب ان هو بياخد من 5 ل8 دقايق. طيب ليه تاني؟ على فكرة هو انت ممكن تعمل external tables في السيرفلس عادي، يعني ممكن في البيلت ان اللي هو التايب بتاعه سيرفلس عادي، بس مشكلته ايه؟ مشكلته ان انت هو بيتحط في مكان، وانت لما تيجي تكريت بقى تيبلز بتاعه الاناليتكس والكلام ده مش هتشوف التيبلز الموجوده از اكسترنال تيبل، عشان ده يبقى موجود في بول وده هيبقى موجود في بول. فاحنا عايزين الاتنين يتحطوا في نفس البول بحيث ان اي حاجه كريتها يبقى التيبلز شايفه بعضيها. فدي الحاجه المهمه ان انت لازم تبقى عارفها، هل الاكسترنال تيبل ينفع كريتها في سيرفلس تايب؟ تعرف تكريتها عادي، ولكن هتواجه مشكله ان انت لما تيجي تكريت تيبل بتاع اناليتكس مش هتقدر تشوفها. فاحنا اسهل طريقه ان احنا نكريت التيبلز في نفس البول بحيث ان كلهم يشوفوا بعض. تمام. معلش لو كمل المعلومات مثلا كتيرة شوية في أول مرة، يعني عيد الحتة اللي انت مش فاهمها مرة واتنين لحد ايه ما تفهمها.
بس صدقني البروجكت دوت هيحط ايدك حلو جدا في الداتا انجينيرينج تراك. فيعني ايه، معلش استحمل شويه. وانا الحاجات دي اصلا خبطتها بين بالتراي اند ايرور. يعني انا في مره عملت كرييت للتيبلز في السيرفلس، وجيت بعد كده استخدمها وانا بعمل في الديديكيتد بول. هو مش شايفها، هو مش شايف ان في تيبل اسمه كده. لما عملت سيرش ودورت في الحته دي فلقيت ده السبب. فانت كده كده لو قابلت حتى اي ايرور حاول تقرا عنه. دور، ده بالعكس ده هيفيدك انك تفهم اكتر، لان مفيش حد هيكون فاهم 100% من البلاتفورم. اكيد في حاجات بتقع منه، بس مع يعني مع السيرش هتفهم ان شاء الله اكتر. تمام كده البول اتعمل مظبوط. هنرجع تاني بقى لموضوع الداتا، نيجي هنا للبابليك بيمنت external. هنا بقى هنختار ايه؟ خلاص بقى عندي كذا اختيار في السيرفلس اللي هو البيلت ان وفي الديديكيتد. احنا هنختار الديديكيتد وهنسمي التيبل زي ما انت عايز بقى. وبعد كده هنقول open السكريبت بتاعك. هنا بس انا شلت الهيدر بحيث ان انا ببقى عايزه احطها انا بشكل معين لو انا عايزه اغير في حته الاكسترنال. فعشان كده ايه هنزود بقى هنا حته البيمنت. انا كنت حطاها هنا اهي، هناخدها بس كوبي نحطها هنا. معلش الحاجات دي بس بتفرق معايا شويه. تمام. هو عمل كل حاجة. هو أصلا هو اللي كاتب الكود ده، فأنا جاست بس هبص عليه كده بصة، وغيرنا بس أسامي الكولومز وهيقرا من البتاع ده. تمام، هدوس رن. تمام، ده كده ايه وراني البيمنت. هنعمل بقى الحركة دي مع كل التيبلز. يعني هاجي هنا برضو هدوس اكسترنال، نفس الموضوع. هختار البول طبعا، ما تلخبطش بقى عشان ما فيش واحد منهم يروح بول تاني. هنسميه و ان اوبن. بعدين دوت الماشي هنروح ناخد الداتا بتاعته. هنزوده هنا ماشي، بس ده معلش. اوكي. وبعدين نفس الموضوع هنرن. تمام، هنروح نعمل كده في نفس الايه. وان، ما تنسوش الحتة دي. تمام كده، بس يبقى ناقص اخر واحد. تمام كده، يبقى احنا عملنا الاكسترنال تيبلز. تعالوا نبص عليها برضو. طيب عشان ابص عليها انا هنا مش ظاهر عندي اي حاجة، ليه؟ لازم ادوس publish all. publish دول اللي هما الاربعة سكريبتس اللي انا عملت فيهم التشينجز. ايوه publish. لما يبدأ يعمل publish هتبدأ تظهر عندي هنا. ممكن طبعا تحتاج بس تعمل ريفرش. شايفين اهي كده بدأت تظهر dedicated في الايه، في التيبلز. عندي تيبلز وعندي external. تمام، لو فتحنا الاكسترنال تيبل هنلاقي ايه؟ الاربعه تيبلز بقت عندي موجوده از تيبلز. طيب بص بقى هنا برضو تعرف حاجات كده زي الاكشنز. لو انت عايز تعمل دروب للتيبل ممكن، يا اما لو عايز تعمل طبعا سيلكت ممكن كده اهو، او كرييت، او ممكن تدروب او تدروب وكرييت. تعالى نسلكت مثلا نشوف الشكل عامل ازاي.
هنا بس حددنا كده تمام. هندوس ران اهو كده شكل الداتا بتاعتي كده. انا دلوقتي جوه ايجور سنابس اناليتكس عملت ديديكيتد بول وحطيت فيه الاكسترنال تيبلز بتاعتي كده. يبقى احنا خلصنا كمان التاسك رقم كام دي؟ رقم 5. اخر داخل دلوقتي بقى داخلين على اخر ستيب اللي هي الترانسفورميشن للستار سكيما. دي بقى الخطوه اللي احنا انت بقى ممكن تكبرها بقى زي ما انت عايز. دي اللي احنا ممكن نقاد فيها الكولوم، زي مثلا دلوقتي هنقاد الايدج في البروفايل بتاع الكاستمر، وهنقاد برضو في كولوم تاني اللي هي الديوريشن بتاعت في التريب. ولو عايز بقى هو هنكري التيبل الجديد اللي هو بتاع الداتا اللي هو هيبقى هنعتمد عليه كتير جدا لما مثلا بيبقى عايز يطلع الداتا بير كوارتر، فهتبقى محتاج تعمل جوينز بقى وحركات. دي الخطوه اللي احنا هنظبط فيها الداتا هاوس او نعمل الموديل اللي بعد كده تقدر تعمل منه اناليتكس بقى قويه بقى. اوكي طيب دي هنعملها ازاي؟ نيجي هنا. احنا هنا بقى دي التيبلز اللي احنا عايزينها كريتها. هي موجوده؟ لا مش موجوده. ده هنبدا نكريتها. فدي عادي كده هنبدا نعمل SQL عادي empty script. طيب هنحط كده البيمنت بتاعتنا. ده كده خليته فاكت بيمنت، هيبقى تيبل يعني الفاكت. والحاجات دي كلها انا هحطها كل الكويز ديت هحطها على جيت هاب بحيث انت تستخدمها. ممكن كمان تنهانس عليها كمان. انا مخليه بس الحاجات فيري سيمبل عشان ما صعبش الدنيا. نيجي نعمل بس كده رن. تمام هو كده عمل اول حاجه. هنبدا بقى برضه نعمل نفس الستيب ديت مع المفروض هنا لما اجي كاريت اشوف يعني التيبل الاقي كاريت تيبل اسمه فاكت بيمنت. كده بقى هبدا اعمل كده مع التيبلز التانية بنفس الطريقه. كده هنكريت نيو تيبل. سوري ايه اللي انا عملته ده. ماشي هنحط كده التيبل ده وبرضه هنعمل له رن. تمام كده دن. هنبص هنا كمان هنلاقي ان هو حسب الديوريشن تريب اللي هي الحته اللي احنا زودناها او الكولوم اللي احنا كنا عايزين نزوده، اللي احنا عملنا ديت ديف اللي هو يعني يجيب الديفرنس بتوين الستارت والاند طبعا بالمينت. وده هحسبه بالديوريشن تريب. ده اللي سميته يعني الكولوم اسمه ديوريشن تريب. فزي ما احنا كده مثلا شايفين مثلا دي 16 دقيقة. لو جينا بصينا مثلا هنا اهو وهنا اهو هنلاقي ديت 14 و50 ودي 14 و34 اللي هي فعلا 16 دقيقة. طيب ندخل بقى برضه في التيبل اللي بعده. دوت تيبل بتاع الديت. هنا انا عايزاه يطلع ديت من امتى لامتى. انا قلت مثلا من 1940. طبعا انت برضه حر حط الرقم اللي انت عايزه لمدة 200 سنة. وهيبدأ بقى هو يكريت يجيب لي بقى طبعا في فانكشنز انت بتستخدمها هنا هو تقدر تقراها تقرا اكتر بس عشان ما ناخدش فيها وقت. تطلع بقى كل المعلومات دي الويك اند الويك داي نيم الكوارتر هل دوت ده الفيرست داي اوف مانث الفيرست داي اللاست داي اوف مانث كل المعلومات دي. بس جاست ان احنا هنعمل له رن. تمام ده كده شكل الديت. في هنا بقى حاجه عايزه اقولها لكم حته الديت كي. لما تيجي تشتغل في داتا هاوس غالبا في ناس بتبقى الداتا هاوس في شركات يعني بتبقى مبنيه داتا هاوس بتاعتها شكل الديت بتاعها كده بتقراه ازاي. انا طبعا عشان كاتبه 200 سنه او 300 سنه فهتلاقي الارقام كبيره شويه. مثلا ده 1952 شهر 4 11 يعني بقسمها كده ادي كده ده 11 يوم 11 شهر 4 سنة 1952 وهكذا. فليه بنعمل الديت كده؟ ليه بنعمل الديت كي بالشكل دوت يعني اقرا التاريخ بالشكل ده؟ لان انا كده كاني بحول الديت كانه رقم. فلما بحول الديت كانه رقم يبقى سهل عليا في البرفورمانس. يعني مثلا لو عايزه اقول نفس الديت لما بدل ما اقول ديت ايكوال ديت لو قلت رقم ايكوال رقم هيبقى في البرفورمانس احسن. فعشان كده ساعات بيستخدموا فكره الديت كي يعني عن الديت ده. تمام دي كده بس حته كده على جنب. تعال نشوف كده بقى التيبلز اللي احنا كريتناها لحد دلوقتي.
تمام، احنا كده كريتنا 3 وناقص لنا 2 اللي هو ستيشن والرايدر. ده كده برضو الستيشن مفيهوش حاجة جديدة هنا، بس الاسم ده يبقى ستيشنز مش ستيشن. ماشي. بص الحتة ديت ليه؟ لان هو خلاص دلوقتي كريته، فكويس اللي هي ظهر الايرور ده اقولك ازاي تصلحه. هو دلوقتي المشكلة فين؟ ان هو خلاص كريت التيبل ده، فهنعمل ايه؟ هندوس بس على دروب ونرنها. تمام، بعدين هيرجع تاني نرن ستيشن عادي. تمام كده انا خلصت ايه التيبل ده، يبقى ناقص لي بس تيبل واحد اهو، عشان كده يبقى ايه الحمد لله خلصنا. التيبل ده اللي هنزود فيه حته الايدج، فعشان كده هتلاقي حته الكيس وين ديت عشان الايدج. تمام، وبعدين بس هنعمله جاست ران. تمام كده ايه انا خلصت. وكمان الايدج اهو 55 25 22، وده اللي هو ممبر الاكونت ديت مش عارفه ايه الحاجات دي كلها. انا كده بنيت التيبلز اهو، التيبلز بالشكل اللي ممكن يسمح لي اعمل اي اناليتكس مطلوبه مني. بيجي لك بقى الموضوع ازاي، مثلا انت شغال في ريبورتنج او حاجه، مثلا يقول لك عايزين نعمل ريبورت يجيب مثلا عايزين نعمل مثلا سيجمنتيشن، عايزين نشوف البيهيفير بتاعه الناس اللي عمرها من 15 ل 20 سنه او 25 سنه، نشوف مثلا بيعملوا كام تريب بير داي، بالديوريشن بتاعت التريب بتكون كام، مثلا البيمنت بيدفعوا قد ايه، وهكذا. فطبعا انت خلاص انت دلوقتي بقى عندك التيبلز اهي، تقدر بقى تعمل جوين والحاجات دي كلها. بس كده اتمنى ان شاء الله يكون البروجكت دوت يكون فاتكم. احنا كده يعني خلصنا الحتة دي. فين اهو، احنا كده خلصنا كده كمان تاسك 6. اتمنى يكون البروجكت ضاف لكم كتير. اي ايرور قبلك اسأل شات جي بي تي، انا بستخدمه كتير جدا. هيوفر لك وقت، هيوفر لك وقت كبير، وهيساعدك فعلا انك تحل اي مشكلة. بس كل الداتا كل الكودز اللي احنا استخدمناها هرفعها على جيت هاب واحط لكم اللينك في الديسكريبشن. ما تنساش طبعا لو الفيديو عجبك تقول لي، يعني ده بيساعدني، وتعمل سبسكرايب في الشانل لو انت مش عامل. وبس كده، سلام عليكم. في جزئية مهمة نسيت أقولها، معلش ركز معايا في الحتة دي جدا. لما بتستخدم أي ريسورس خاصة زي dedicated pool بيحسب عليك بالساعة، لازم توقف الريسورس ده وتعمله بوز عشان ما يحسبش عليك فلوس، ما يفضلش يسحب عليك طول انت مش بتستخدمه. هتعمل ازاي؟ هتروح عند التاب اللي اسمها مانج اهي، هتلاقي في SQL pools في dedicated هنا هو كده، هتعمل بوز. دي اتأكد انك عاملها، عشان لو انت ما عملتهاش ومش بتستخدم البول مثلا وانت سايب اللابتوب، هيقعد يسحب من الكريدت بتاعك، ومن غير ما تحس تيجي تدخل تاني يوم تلاقيه في فلوس كتير ضاعت بسبب الحركة دي. ما تنساش تعمل كده. تمام، بس كده والسلام عليكم.